بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصبر على ما أصابك. ربنا في الآية ديت بيطلب مننا إن احنا نصبر، وإن احنا هيبقى عندنا مصايب فلازم نصبر عليها. ليه بقى؟ ايه الهدف يعني؟ ما مش ضروري أصبر يعني. أنا مش قادر أصبر، طيب لا، انت لما هتصبر هتستريح. ما هو ربنا هو سبب المصيبة، فهو بالتالي سبب العلاج. لما هتصبر هتستريح، هتفكر بطريقة إيجابية. يعني مهما استمرت المصيبة دي، انت واثق ان شاء الله ربنا هيخلصها وهيخلصك منها في الآخر. وربنا ما منعكش من الدعاء. ادعي يا أخي، ادعي زي ما انت عايز. انما لو انت طبعا يعني دعيت وكل يوم انت ما زلت واثق ان ربنا هيخلصك من المصيبة دي، فهو ان شاء الله هيخلصك. وكل مرة انت ما بتنتهيش المصيبة، انت بتاخد حسنات ان شاء الله يعني. فدي يعني دي نعمة، يعني دي نعمة كبيرة ان انت تصبر على اي مصيبة او كارثة. وكل الرسل والانبياء كان عندهم كوارث. وسيدنا موسى قعد 40 سنة لغاية ما مشي من مصر ويقنع فرعون. سيدنا يوسف قعد 40 سنة وهو مستني اخواته. سيدنا محمد قعد 13 سنة. سيدنا ايوب قعد 18 سنة. ف يعني انت مين انت في قدام الناس دي كلها؟ وربنا يصبرنا جميعا.